ها علاش ما خصكش تحيد الكاسك ديال شي حد الا دارك صيده. الكثير من الاحيان كنلقاو كصايد ديال الماطر في الطريق وما كنعرفوش اش نديرو. خصك تعرف هو ان الخوذه الواقيه ولا الكاسك ما كيحميش غير من الاصابه، كتفيكسي لينا الرقبه والغاشي سيرفيكال اللي هو العمود الفقري وما كتخليهمش يتحركوا. دابا الا كان الضحيه عنده اصابه في العمود الفقري وانت حيدتي الكاسك بطريقه خاطئه تقدر تسبب ليه شلل مدى الحياه او حتى الموت لا قدر الله. وما نساوش ان الخوذه ايضا كتساهم في ليموستاز في حاله ما كان شي نزيف، فراه كتحد من تسرب الدم. الا حيدتيها يقدر يخرج لك شي فيضان ديال الدم وما تعرفش تسيطر عليه. دابا اجي نقول لك اش دير. اول حاجه خلي الضحيه في بلاصتو، حافظ على الهدوء ديالك، كد ان الضحيه كيتنفس وعيط على الاسعاف. اما الا كان الضحيه ما كيتنفسش او داير ازمه قلبيه ففي هذه الحاله نقدروا نحيدوا ليه الكاسك. راه ديجا داير فيديو على كيفاش نتعاملوا مع سكته قلبيه، غادي نخليه لكم في الوصف. ما تنساش تكتب لي في التعليق واش سبق لك تعاملتي مع شي حاله بحال هكذا.